اين كان وصل الهلال في الشوط؟ وزي ما تفضلت يا سليم، انت تتكلم بين دفاع وهجوم. يعني الهلال منقسم الى قسمين، دفاع وهجوم. يعني احنا مباراة الاخويا لعبنا طريقة بنفس الطريقة هذه وصارت فيه اخطاء كبيرة. المفروض المدرب يتلاقى في المباراة هذه، يعني تتكلم الاهلي الاخويا كان بعيد عن مستوى الفترة دي وسجل هدف على اخطاء سلمان. المحور المشكلة عندنا سلمان يعني يتاخر بالكرة بشكل كبير. تتكلم انت في وضع الان محور كاخر لاعب بالنسبة للمدافعين المفروض تكون من لمسة لمستين وتكون انت يعني قريب للمدافعين. انت الان صاير سلمان يستلم الكوره يبغى يصنع ويبغى يسجل ويتقدم يساند المهاجمين. انت ما انت مطلوب منك الامور هذه، اذا انت مطلوب منك كمدرب هذه مشكله. بس خلينا نعرف كمحور تكون انت غريب من المدافعين. الان صدقني لو الاهلي خلت عليه جراءه، لو المدرب الاهلي غرى الهلال بشكل سليم اللي يقول هو عارف الهلال، لو صدقني عارف الهلال كان ممكن يستغل الفجوه هذه اللي بين الدفاع وبين المحور. انا مثلا كان يطلب من افرتون او من سعيد الحمادي يلعب خلف سلمان، كان يسبب مشكله كبيره حق المدافعين هذه الهلال. بس المشكله الان نفس الخطا اللي صار في مباراه الاخويه صار الان. الاهلي يا دونيس غير الاخويه، الاهلي الان جايك مستعد افضل من الاخويه. نعم. وبالرغم من كذا الاخويه سجل هدف عن طريق المساكني من نفس الخطا اللي خطا، وكان ممكن يسجل الثاني. نعم تفضل. طيب كابتن اسماعيل، يعني الملفت ان فريق الاهلي لم يكن خائفا في الشوط الاول. لعب بحذر نعم، لكنه لم يظهر ذلك الخوف والتهيؤ، تقدم وهاجم وربما لو آمن بحظوظه اكثر لسجل. شوف انا قلت لك ممكن نتكلم عن الشوط الاول ابو خالد عن طريقه كوزمو. دائما التوازن الجيد في ارضيه الملعب، يلعب ضغط على الخصم في وسط الملعب ومن ثم